صباح الهنا صباح العسل يا حبايب قلبي، اللي بيشوف الفيديو ده بالليل مساء الفل عليك يا جميل، واللي بيشوف الفيديو ده الصبح صباح الفل عليك. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم مروه العزب، رقم التليفون 010 164 62507. الجو تلج النهارده، الجو ساقع جدا جدا جدا. ربنا يعين كل الناس اللي في السباحه النهارده. انا مع ابني في السباحه، ربنا يعينهم يا رب. المهم حبايب قلب مروه العزب، النهارده حصل موضوع كده. كان في موضوع كنت انا عارضه لكم حلقه قبل دوت، ان في بنت عندها 18 سنه حبت ولد، وباباها ما كانش موافق رغم ان مجهزه احلى جهاز، اللي لما تتم 20 سنه يجوزها عادي. هو دخل لقاها في وضع مش كويس مع حبيبها، اللي هي متحديه الدنيا كلها عشانه، وباباها عايزها تخش جامعه وعايزها تكون انسانه كويسه ويجوزها لما تكبر. الموضوع ده كان في المنصورة، طبعا غير موضوع بورسعيد. البنت اللي موتت مامتها عشان برضو حبيبها. فاحنا في غفلة يا جماعة، إنا لله وإنا إليه راجعون. كل اللي أنا هقوله إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا النهاردة الحادثة شبيهة في المعادي في القاهرة. اللي حصل إن الأب عنده 3 شباب والأب غفير، فالثلاث شباب كان بيخبي عنهم سلوك بنته اللي عندها 20 سنه. والبنت مش محترمه، بنت ماشيه على حل شعرها، فما اقدرش اقول لاخواتها الصبيان يخلصوا عليه. ما اعرفش هو يا جماعه الغلط من الاب والام، ما مش عارفين يربوا. هو الغلط منين بالظبط؟ انا مش بقيتش فاهمه حاجه. انا حزينه جدا 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 جدا. يعني ايه فين الادب والاحترام والتربيه؟ ايه اللي حصل يا جماعه؟ احنا بقينا في مجتمع تاني ولا بقينا فين؟ المهم حبايب قلبي، الاب عارف سلوك بنته وزهق من سلوكها، ومتعرفه على شاب يقول لها ابعدي عنه، هو غفير، راجل بيجري على اكل عيشه. ابعدي عنه. هو لا هي لا عايزه تبعد، ولا عايزه تحترم نفسها، ولا عايزه اي حاجه جديده في حياتها. كل اللي عايزاها انها تبقى العلاقه بعمرو اللي هو عنده 20 سنه. ف جه بلاغ في اسم المعادي ان الام بتقول ابني اللي عنده 20 سنه بقاله 3 ايام مختفي، فانا بدور عليه. طب يا جماعه، طب مختفي عند مين؟ تعرفي ان هو ليه علاقات بحد؟ انا اعرف انه له علاقه ببنت كده، وانا كنت ببعده عنها، بس هو مصمم انه يكلمها. فوصلوا للبنت، لاهل البنت، للاب. فين يا اب بنتك؟ قال ما اعرفش والله، هي البنت ماشيه على حل شعرها وسلوكها مش حلو، فانا سبتها بقى تروح زي ما تروح، تمشي زي ما تمشي. انا ما لقيت عدت قادر اروح ولا ادور عليه. وولاد الصبيان طبعا مش عايزه اعرفهم سلوك اختهم، هم مسافرين ومش موجودين. اخ عنده 30 سنه واخت 28 سنه. طب اخر مره شفتها امتى؟ انا شايفها من اسبوع. طيب طبعا هو كداب، من 3 ايام كانت هي في البيت. فلما دخل وشاف بنته في علاقه مش كويسه مع الشاب ده، خدهم هم حيين، جاب عربيه وخدهم هم حيين على الطريق الصحراوي. خدهم، خلص عليهم ورماهم في الصحراء. فلما رؤساء المباحث وكده سالوه طب بنتك فين؟ قال لهم تعالوا هقول لكم فين. هم على الصحراوي ازاي؟ هي وعمرو على الصحراوي. خدهم وراهم اللي هم مرميين بقالهم 3 ايام، جريمه قتل يعني لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا هنا العيب في البنت، ان هي ما احترمتش اهلها. ومش هنقول برضو ان كل اب وكل ام يلاقوا بنتهم في مكان زي كده او ماشيه كده ان هم يخلصوا عليها. استر عليها، جوزها الشاب، مش ضروري تقتل. مش كل حاجه قتل يا جماعه. انا لله وانا اليه راجعون. مش قادره اتكلم في اي حاجه والله، حاجات غريبه.